إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى دائما أن تكونوا بألف خير إن شاء الله. موضوع حلقتنا اليوم هو عملات ذهبية شبيهة بالنحاس. يمكن أن تصطفى هذه العملات ولا تعرف عنها أي شيء، وفقط يمكن تمييز هذه العملات في بعض الإشارات البسيطة، ولا سيما العملات القديمة. إذا إخواني ابقوا معي بعد الفاصل لنتعرف جميعا على هذه الإشارات لهذه العملات النادرة. إخواني أخواتي الكرام، اليوم سوف نتحدث عن عملات ذهبية شبيهة بالنحاس. طبعا الحال يمكن أن تصطفى هذه العملات ولا تعرف عنها أي شيء. نعم الإخوان، طبعا الحال هنا الإخوان دائما أنصحكم دائما بتفحص أو فحص عملاتكم، نعم، والتمعن جيدا بأي عملة ذات لون أصفر، نعم، لا سيما التواريخ. طبعا الحال أتكلم عن التواريخ القديمة. نعم الإخوان فهذه العملات تكون فيها عملات ذهبية مميزة، ويمكن أن تتعرف عليها فقط بالنظر إلى هذه العملة، يعني فقط بتفحص هذه العملة يمكنك أن تعرف أن هذه العملة ذهبية. وطبعا الحال هنايا السعر ديالها تكون سعر جيد، وهذه العملة قد تكون من الذهب الخالص، نعم، يعني سعرها جيد جدا. ودائما أنصحكم إخواني، إذا وجدت أي عملة ذهبية فاعلم يا أخي أن سعرها جيد، ولا تبيعها إلى طبعا الحال بائع المجوهرات إخواني، فيمكنك أن تستغلها وتبيعها على أساس أنها عملة. نعم إخوان، فالعملات الذهبية أسعارها جيدة، وأسعارها أكثر من أن تبيعها كمعدن. لهذا إخواني سوف أشارك معكم عملة إسبانية من فئة 25 بيسيتاس. الإخوان طبعا الحال هذه العملة طبعا الحال فيها يمكن أن تصطفى هذه العملة والتعرف عليها فقط من خلال بعض الإشارات. إذا إخواني اخترت لكم هذه العملة 25 بيسيتاس لألفونسو الثاني لسنة 1877. نعم الإخوان، عملات ذات اللون طبعا الحال أتكلم اللون أصفر لامع أو لون شبيه بالنحاس. يمكن أن تتعرف على هل هذه العملة ذهبية أم لا فقط ببعض الإشارات. وجد اخترت لكم هذه العملة الإخوان لتتعرفوا على بعض الإشارات الصغيرة. نعم يمكنكم رؤيتها إخوان فقط بمكبرة أو باستعمال خاصية الزوم الهاتف لديكم. طبعا الحال يمكنكم أن تتعرفوا على هذه طبعا الحال هذه الدمغات تكون على العملات القديمة. لاحظوا معي إخواني جيدا، لاحظوا معي على مستوى العنق، لاحظوا هناك دمغات دمغات صغيرة. هذه الدمغات الصغيرة على العملات الإخوان فهي تؤكد أن هذه العملة هي ذهبية، من الذهب الخالص. والإخوان الدمغة هي علامة رسمية أو سلسلة من العلامات التي تم ضربها على عناصر مصنوعة من المعدن، سواء الذهب أو طبعا الفضة، طبعا المعادن النفيسة. الإخوان دائما هذه العملات يمكن أن تصطفى الإخوان، يمكن أن تكون عندك ولا تعطيها أي اهتمام، تقول فقط هي من النحاس، ولكن من خلال الانتباه إلى هذه الدمغات على وجه العملة، دائما تكون على وجه العملة هذه الدمغات، يمكن أن أتأكد أنها ذهبية. إذن إخواني أخواتي الكرام، كما لاحظتم إشارات بسيطة على العملات طبعا الحال الذهبية، إشارات بسيطة يمكن أن تتعرف أو تفرق بين العملات النحاسية والذهبية، ولا سيما العملات القديمة. إشارات بسيطة تؤكد لنا أن هذه العملات ذهبية.
وبطبيعة الحال هناك الإخوان كتجدوا يعني هناك دمغات على وجه العملة بطبيعة الحال، وهذه الدمغات تكون على شكل دائما مربع صغير الحجم، نعم صغير الحجم، على شكل مربع صغير الحجم. وبطبيعة الحال الدمغات تؤكد على أن هذه العملة من الذهب الخالص وأن سعرها جيد جدا الإخوان. مثلا عملة ألفونسو التي أمامكم إخواني 25 بسيطاس 1877، وزنها 8.06 جرام، ذهبية، وسعرها إخواني يبتدئ ب520 يورو إلى أكثر من 1000 يورو. نعم الإخوان، يعني سعر جيد جدا بالنسبة لهذه العملة الذهبية من فئة 25 بسيطة 1877. إذن إخواني أخواتي، أتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة قادمة بإذن الله مع عملة نادرة إن شاء الله.